السلو هو الحاجه الوحيده اللي كنديرها صحيه في رمضان، حيت كيشد فينا الطاقه النهار كامل. درتو بلا زيت بلا سكر وبلا دقيق بيض. اول حاجه كنبدا بها الجنجلان اللي مغسول مزيان ومنقي، كنديرو في واحد الطاوه باش نمشي نحمرو، هو وكيلو ديال اللوز إلان وحتى التمر القاصح هو باش غادي نعوض السكر. هاد التمر القاصح كنحيد ليه العظم، غندخل كلشي الفران وكنبقى عيني عليه. التمر ما ديروش ليه الحراره بزاف، خاصو غير ينشف. هنايا النافع وحبه حلاوه حتى هو غير كنصهدوه ما كنحمروش باش يطلق لينا المذاق ديالو. ومن بعد ما نشف لينا التمر مزيان كنطحنوه بالطحانه. هاد البودره هي باش غادي نحليو السلو ديالنا. غادي نجيب القصعه فاش غادي نخلط السلو، غادي ندير فيها الدقيق، القمح الكامل نص كيلو اللي مغربل الا اللي مطحون، واللوز، الزنجله اللي حمرت، النافع حبه حلاوه اللي مطحونين، 2 معالق كبار ديال القرفه، 5 الحبات ديال المسكه اللي درتهم مع الملحه، وواحد الكوزه تنحكها. هذاك الدقيق ديال التمر اللي غادي نحليو به، وكندوزو كلشي كنطحنوه بالطحانه. الا ما عندكمش طحانه ممكن انكم تديوه للعطار وهو يطحنو لكم. كطحنوه حتى كيتعلق بحال هكا، وغادي نزيد ليه اللوز مهرمش والجنجلان حتى هو اللي مهرمشتهم غير في الهاشوار. كندلكو مزيان حتى كيتعلق لينا السلو ديالنا، وها هو موجود. كيجي بنين ومعلك بلا زيت بلا سكر، صحي بزاف. سجلوه وجربوه، وما تنساوش لايك الفيديو.